الشباك بعد تسديده قويه من حكيم زياش يفعلها من كره ثابته. ممتاز حكيم زياش، تسديده قويه، تدخل الحارس عيشي مانولا، ولكن العبيد في المكان المناسب يضع كره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، فرحه كبيره للجماهير المغربيه والعناصر الوطنيه. سنتابع حكيم زياش يسدد بكل قوه، غالب زياش في المكان المناسب يضع كره في الشباك، وهدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي لكي ياخذ التقدم في هذه المباراه. اول هدف في نهائيات كاس افريقيا بالكوت ديفوار من تسجيل والتوقيع العميد غانم سيس. تابعوا تسديده قويه من حكيم زياش، لاحظوا يعني مانولا تمكن انه يتصدى لها، ولكن غانم سيس في المكان المناسب يضع كره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، هدف غادي يكون عنده ايجابيات كثيره.